انقرب جودي عيوني مرة حتى بي أركت عليه من داخل قلبي إن كنا معنا بيت ومعنا غنم خسرناها كلها. احنا اشترينا منها البيت. لمن؟ اشتريناه لكم. لمن؟ ايوه لكم. لمن؟ هذا جائزتك. السلام عليكم. أريد كل من شاهد هذا الفيديو يشاهده إلى آخر دقيقة. طبعا عبد اللطيف الزيلعي، عبد اللطيف الزيلعي الرجل فعل الخير الكبير والله. لو في 4 باليمن مثله إن اليمن بخير. عبد اللطيف الزيلعي الذي يفعل أفعال يشيب منه الولدان أمانة. أي فيديو أشوف لعبد اللطيف الزيلعي تدمع عيني بالرضاين. رجل كريم، رجل فاعل خير، يشوف الناس الفقراء والمساكين. طبعا أنا بعرض لكم الفيديو الذي بكيت 4 مرات وأنا أبكي. فيديو واحد. شاهدوا هذا الفيديو يا رجال، ولا تنسوا دعمنا بهذا الفيديو ودعم هذا القناة. ليش ما جيتيش أمس؟ أمس أول يوم من الحرب من الدريهمين من النازحين أجيت معهم. ثانيا كانت الملابس فنانة وحلوة وكذا بيت لي وبيت لصحباتهم إياه. جبتيها لصحباتك؟ لا احنا نشتيها لك، يعني الملابس تزعلي؟ يا عم أبدو حتى يكون لابس الماس ذهب من عند رجلاه ما عند راسه، مانيش زائلة لأنها كل واحد رزقه له. يعني بلادكم كانت حلوة؟ كانت حلوة وكانت يعني مريحة لا مش لراقي، لأن هناك أصحابه هناك ماتوا وده كره البلاد. يعني كره البلاد ما عاد يشتي يرجع مع أصحابه ولا أول ألم كان حقها. بس يا هنا القرابع هي خطيرة عليك. كيف خطر علي وأنا أخرج سعيد أبي كان قرابة جودي عيوني مرة حد جوتني مزرعة وجوتني دكان وأنا غنم وبوكي سيدنا بحر. أقول لما يا رب أهبط حالتنا كذا صعبة. لما مرة شفت ناس أطفال تحت الجقرة وحدتهن اللي أطفالهم أهون يتباكون حالتهم. ولازم نزورك. كلام اليوم بنزور هناء مثل ما وعدناها. طبعا اكتشفنا بأن أسرة هناء تعاني. فرضهم صاحب البيت شليتهم في بيت واحد من أصدقائي يجلسوا فيه بالمجان بدون أي مقابل. لهم مصلحة في هذا الشيء؟ لا أكيد لهم مصلحة إن شاء الله. إذا لهم مصلحة في شيء توكلنا على الله. إذا شل الشباب يضبطوا معك زوايا التصوير ونفذ اللي اتفقنا عليه. خلاص تمام. مشاهدينا الكرام اليوم سنزورها. انتم بخيرين؟ بخير والله إننا محرج ما داري ما أقول لك. بس صاحب البيت مروه الحين يشتي بيته. مالي فينا وجهني إيه ذنبه؟ خلاص الآن فضوا بيت ضروري تفضلنا. هي مالي فينا وجهني إيه ذنبه؟ والله في سلامات. الله يسلمك. بس الناس يا أخي جلستهم بلاش البيت. أيوة صح الله خير جلسنا يعني. وصاحب البيت مروه هذا الأسبوع. حبينا لها مهلة 3 أيام وتفضل البيت. 3 أيام قليلة 3 أيام. ما أقدر لا يسببليش مشاكل مع صاحب البيت نهائيا. هذا الكلام عندك. مالي فينا وجهني ذنبه؟ ما له هناء فينها. بعد ظهريتي من القرابة يصابون إذا ما هم بيوم 200 ولا 300 ولا 400 شيل لنا نص كيلو قولها بدنا هربا. خلاص احنا هربنا وجوارنا تأخروا. الأهل مسكين قطيفة تبلا هنا واللي قطيفة تبلا هنا. وقف مسكين إمام المسجد إنسان ما شاء الله مسكين. مش تحصلين جائزة؟ ما أعرف كذا. لا سؤال سهل. كم عدد ركعات الفجر؟ 2 ركعتين. خلاص أنت جاوبتينها. أنت الآن فايزة معنا. خلاص اتفقنا. وافق؟ أول هناك في السيارة ذيك تمام. أيوة. والأخ اللي جاكم هو اللي جلسكم في البيت صح؟ أيوة. احنا اشترينا منها البيت. لمن؟ اشتريناه لكم. لمن؟ أيوة لكم. لمن؟ أنا بدي حاجة والله. طيب صلى على رسول الله. اشتي منك خدمة. أيوة. فتكلميش هناء وأبوها أن البيت اللي اشتريناه لكم. انت تشتغلين. كنا بدواب بينا ما شاء الله. طيب لو في غنم ترعيها. إذا غنم ما يشرقها. مشيرين إن شاء الله بهدية غنم. هو برميل أخي. حاضر برميل. أيوة. ولوح شمسي. أيوة. وبنصلح الغرفة إن شاء الله. جزاك الله خير والله. والكراسي. إذن بسم الله وعلى بركة الله نواصل. أنا أي كيف حالك؟ وها نحن أخيرا نجد هناء. يلا اطلع. من أنا اليوم يا عم عبده؟ اليوم معنا مسابقة تمام؟ أنا بسألك سؤال لو جاوبتيش أجيب لك جائزة. الله مبروك فزتي معنا بجائزة. طبعا أنا بخيرك بين جائزتين. ماكينة الخياطة بتكون من نصيبك. ولو اخترتي الصندوق المجهول بيكون من نصيب أبوك فضلتي على نفسك وأنت نفسك بماكينة خياطة بتكون ماكينة الخياطة من نصيبك. أنا كمان أبي جاهز. بسم الله. يلا جاهز تفضل. بما أن أبوك الآن في الطريق خلي إحنا نتكلم شوية. تدرسي؟ لا والله يا عم مدرس. ما أجيب لهم بنات نفسي أدرس. طيب ما درستيش بالمرة؟ شوفي يا هناء وإحنا ندور بعدك الصباح جينا بيتكم سألنا أمك سؤال جاوبت عليه جبنا لها جائزة. ما هي جائزة؟ الجائزة يا هناء كان أن اشترينا لكم البيت لكم. أكيد؟ البيت اللي جالسين فيه. ولنا؟ قول والله يا عم عبدو إن البيت ذا لنا؟ والله العظيم لكم. شكرا يا عم عبدو. لا اجلسي يا بطل. سنوات من أدوات مدرسية وغيرها بتكون موجودة مع المصروف اليومي والباقي عليك. علم. خذني نايمة وأحلم. كيف حالك؟ كيف أنت؟ جاهز تسافر صنعاء؟ جاهز سافر صنعاء. مستعد؟ مستعد. طبعا مثل ما قلت لك. لا لا إن شاء الله صالحة إن شاء الله.
صلي على رسول الله. اللهم صل وسلم. طبعا احنا كنا نختبرك، ايوه يا اخي. وهنا فازت معنا بجائزة، فخيرناها ما بين ماكينة خياطة وانها تختار صندوق لك. اختارت الصندوق لك وضحت بماكينة الخياطة عشانك. خلينا نعرف ايش تشوفه هو يسوق. ابي يوم ما يرقده. ما شاء الله تبارك الله. يلا شيل هنا وتوكلت. يلا اطلع يا هنا. هنا شيلها لي. شيلها عادي. يا هنا. يا هنا من قلبي. يلا مع السلامة.